السلام عليكم. اسمع هذه القصة، هذه نصيحة لأخواتنا في السعودية. طبعا هذه القصة صارت في تونس، في تونس الشقيقة. طالع موضة هذه الأيام في كل مكان اللي هي الجوارب على شكل أفعى، جلد أفعى، يعني تلبس الجارب يعني الشراب هذا الطويل، وعند الرجول عند القدم يكون راس الأفعى شكل الأفعى. حوريكم الصورة الآن شوفوها. طبعا اللي صار انه الاخت لبست الجوارب هذا شكل الافعى، وحبت انها تفاجئ زوجها، يعني تسوي حركه رومانسيه، امحق من حركه رومانسيه. المهم وطلعت له اياها من تحت اللحاف كذا، راس الافعى. الاخ طبعا فجأة ما صدق خبر، مسك الرجل قاعد يضرب يكسف امها لين كسر رجل الحرمه. قد يكون والله اعلم، والله اعلم انه عرف هو قاعد في النهايه انها زوجته، بس قال فرصه يسوي نفسي ابله ماني سامع، تصرخ انا زوجتك ماني سامع، يخبط لقاها فرصه كسر رجل حرمته زوجته. وكانت هذه النهايه، يعني رجل الحرمه انكسرت. فنصيحه لاخواتنا في السعوديه، انتبهوا تكرروا نفس الحركه، لانه والله اعلم ايش راح نكسر فيك مو رجلك. من حبنا الدفين لكم قد يحدث ما لا يحمد عقباه، فانتبهوا تقلدوا. وتكون حركه غبيه بصراحه، ما عارف ايش الحكمه من الجوارب هذه. افعى افعى، تعبان، فحيح، ماني فاهم ايش الفكره منها. السلام عليكم. انا عندي بس تعقيب بسيط، وان شاء الله انه يصل للمسؤولين، لانه للاسف في بطانه غريبه، ما تفهم ايش تبغى، ايش هدفها، ما انت عارف. توصل معلومات خاطئه مغلوطه لولاة الامر، غير الواقع اللي احنا عايشينه. خلينا نتكلم على رسوم الاجانب او رسوم الوافدين اللي قاعده تزيد، ورحيل عدد كبير من الاجانب او الوافدين المقيمين في المملكه. هم كدوره حيويه يعني، وفيها تناسب طردي. كلما تواجدوا او مكثوا او اقيموا هم عوائلهم في البلد، زادت التجاره، زادت عجله التجاره والاقتصاد. وكل ما راحوا وقلوا قلت واقعيه. الأجانب والمقيمين يروحوا مستشفيات خاصة يدفع فلوس، مدارس خاصة يدفع فلوس، أسواق يشتروا، أكل من مطاعم يشتروا، فلوسهم تدار داخل البلد. لكن لما تسفر أسرتك كلها برا، فلوسهم تروح لهم، الفلوس اللي قاعد تشتغل فيها أنت تروح لهم. أربعة خمسة عزاب يعيشوا في شقة واحدة وفي غرفتين، يجارها الله عليكم. الكثير والله الكثير من العمائر اللي هي تعود ملكيتها للسعوديين صارت فاضية، شقق فاضية، ما في سكان، ما في عوائل، خلاص راحوا. طب صاحب العمارة السعودي اللي كان ياكل ويشرب من دخل هذه العمارة، ايش يسوي؟ نزل الايجار، نزل وبرضه في النهايه ما في عوائل، رحلوا كلهم، تركوا البلد ومشوا. طب المحلات اللي كان عنده سعودي برضه عنده مؤسسه صغيره فاتح محل تجاره، قاعدين الناس ترحل، الاجانب عوائل ترحل، ما حد يشتري منه، قلت الاسعار وما في حد يشتري ويجبر على سعوده بعض الوظائف او المهن اللي ما دربوا عليها السعوديين من الاساس، ولا هم راضيين يشتغلوا فيها اصلا السعوديين، يعني ما هي من مستواهم ولا من طموحهم. قفل المؤسسة وقاعد في بيته، حتى البطالة قاعدة تزيد. ماني فاهم كيف قاعدين يضحكوا على ولاة الأمر والحكومة، يقولون البطالة قاعدة تخف. الاقتصاد يعني قاعد يطيح، ما في محلات فاضية، أسواق فاضية، الدنيا فاضية، ما في كل مالها قاعدة. زوجة المواطن اللي منعوها من انها تكون من ضمن نسبة السعودة، يعني أول كانت من ضمن نسبة السعودة وكانت تقدر تشتغل في المحلات اللي عليها نسبة سعودة، تعتبر زيها زي السعودية. الآن لا، يعني ابنة المواطنة أو ابن المواطنة أوكي، لكن الزوجة لا. طب زوجها مواطن، أولادها مواطنين، تشتغل تصرف على أولادها سعوديين، زوجها سعودي. إذا كان معاق أو كان وظيفته ما هي جايبة الدخل اللي يقدر يسد البيت وتساعده فيها، ليش تمنع؟ من ضمن نسبة السعودة؟ ليش؟ من الحكمة؟ ما أنت فاهم. طب أولادها سعوديين، طب تشقى على أولادها، ما اشتغلت تبغى تجيب جوال جديد ولا ساعة جديدة ولا فستان جديد، لا، اشتغلت تبغى تساعد. وهذا المواطن السعودي ما تزوجها الا قد يكون لغلاء المهور وعدم قدرته على دفع مهر غالي لمواطنه سعوديه، او يسوي افراح على قده، تزوجها وربنا وفقهم وجابوا عيال المفروض انهم سعوديين وهذول امهم. ليش تمنع؟ ليش؟ اتمنى اعاده النظر في هذا الموضوع. في النهايه ترى الزواج قسمه نصيب، ربي رايد له يتزوج سعوديه غير سعوديه، هذه عند ربنا، هذه في النصيب. بس يعني اتمنى من جد، يعني في اشياء والله قاعد تصير، اتمنى المسؤولين يوصلوها لولاة الامر بدقه وشفافيه من غير تزييف. ترى هذه امانه في اعناقكم، والله تسالون عنها يوم القيامه. والله لما تحطوا في قبوركم انه ما راح ينفعكم ولا احد، لا مال ولا بنون ولا سلطه ولا جاه، الا اعمالكم. تذكروا هذا اليوم بس. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.